ضيفنا النهارده في يسعد صباحك هو المصور الفوتوغرافي وليد منتصر. اهلا بيك معانا ويسعد صباحك. هتكلمنا طبعا عن هنحاول نتكلم عن مجمل اعمالك وصورك. تحت امرك. اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. استاذ وليد، ايه يعني حكايتك مع الكاميرا؟ بدات مع ايه واهم العلامات في مشوارك اللي ابتدى من كام سنه، واهم الصور اللي انت ما تنساهاش؟ هل هي مرتبطه ببورسعيد؟ هل هي مرتبطه باماكن اخرى من مصر من العالم؟ ايوه احكيلنا بقى. ايوه، هو اهم العلامات لو بدينا من البدايه تاثري الشديد بنشأتي في بورسعيد وتحديدا في بور فؤاد. بلد قريبه طبعا. بلد جميله جدا. انا في منطقه الحمد لله جميله جدا، بورسعيد كلها جميله جدا. تاثرت جدا بنشأتي. عايز اقول لحضرتك احنا في المكان اللي احنا فيه ده، انا اهلي انا كواحد من البلد دي، جدي حفر هنا، اجداد ابويا كلهم كانوا بمبوطيه في المينا هنا. اهلي كلهم انا شارب من هذا النبع تمام. فاتربينا في هذا الجو وحكاوي اهالينا، بالاضافه اكيد في موهبه او حاجه زي كده وفي اثقال ليها وكده. عايز اقول لحضرتك لو ناحيه بورسعيد تاثرت جدا بنشأتي في المكان ده ومع الناس دي وفي الجو ده، في مدينه كوزموبوليتان جدا متعدده الثقافات طول عمرها. بورسعيد كانت خليط في وقت من الاوقات يمزج جميع جنسيات العالم في هذا المكان، من اول افتتاح قناه السويس. فنشأ عنها حضاره في البلد دي، هي مدتها بسيطه خالص، هي 150 سنه، بس هي ذات طابع مؤثر جدا. ليه؟ لان هتلاقي طابع مثلا معماري في بورسعيد جايب اوروبا مزجه بالشرق في الاماكن اللي احنا فيها والبيوت القديمه دي. هتلاقي طبعا في المزيكا الحلوه اللي بنسمعها ده غير عادي، بالرغم انها موسيقى شعبيه وطالعه بتلقائيه، بس انت حاسس انك بتسمع حاجه بنت البيئه فعلا. انا بتعمل كده. انا تاثرت بده جدا في شغلي اللي عملته عن بورسعيد. انا تاثرت بده جدا. انا اسف انا دخلت في حاجات غير التصوير، بس هو الفنون كلها بتلتقي. هي تاثيرات الصوره تاثير داخلي، مش انا تاثرت بده جدا. اضف الى ده انا نشأتي في البدايه في الفن كانت في مجال الادب. انا كنت بكتب قصه قصيره وكان ليا باع الحمد لله في المجال ده، بس كان نفسي اخش في مجال السينما والتصوير وحاجات زي كده. فهي درست على التصوير الفوتوغرافي. فبدات طبعا اول حاجه بتلقائيه عبرت عن بلدي اللي هي بورسعيد في اعمالي. فعملت معرض اللي هو بورسعيد بعيون وليد منتصر، كان في 2005. وتوالت المعارض الحمد لله. بورسعيد بعيون وليد منتصر كان شكلها ايه؟ اكيد حلوه الحمد لله. استاذ وليد، انا كنت عايزه اعرف الحقيقه ايه اللي بيخليك تقف تصور حاجه معينه؟ مثلا الصوره كده قدامك، ايه اللي بيلفت نظرك تخليك تقف تصور؟ نداء داخلي. نداء داخلي كده، مفيش حاجه معينه ما هو النداء دوت مش اعتباطي، ده جاي على اساس ازاي حضرتك اشرح لنا ازاي الصوره اللي حضرتك بتصوريها هي جواكي اصلا. انا كان ليا تعبير كده كنت قلته بالانجليزيه لو تسمحوا لي. you reach somewhere in your heart and your soul before you translate it into a photograph. توصل لمكان معين في قلبك وروحك قبل ما تترجمه قبل ما تترجميه لصوره. هو اصلا مولود جواكي تمام. الفنان الحرفيه بقى ان ازاي تتعاملي في المتداوله دي كلها، ازاي انت الفنان فكر تمام، وعارف امتى يبدع وعارف امتى يفكر وامتى ما يمسكش الكاميرا. دي حاجات الفنان الواعي لازم عارف بينظمها ازاي. تمام. فبيوصل لمرحله ان هو عارف امتى بيمسك الكاميرا وعارف امتى الصوره من قبل ما هصورها، عارف ازاي دي صوره ناجحه من قبل ما هصورها خلاص. فاهم قصدي حضرتك؟ فدي حاجه مع الخبره الواحد بياخدها، اللي هي انت بتشوف الصوره بعينيك الاول. وفي بعض الاحيان انا لما اتكلمت عن معرض بورسعيد بعيون وليد منتصر، المعرض ده فعلا انا مصور فيه حاجات انا قلت انا فعلا شايفها من وانا طفل. في لقطات انا شايفها من وانا طفل مع والدي ووالدتي في المعديه رايح جاي، كنت بقعد اتامل في لقطات. لما انا كبرت اخدتها واكتشفت ان انا فعلا هي مزروعه جوايا من ساعتها. الزمن ما غيرهاش؟ مش حكايه الزمن، انت بتطلع من جواك انت بتطلع من جواك. الصوره مش ما نراه، الصوره هي ما وراء ما نراه. ايه بقى اللي انا بديهولك؟ الفن مش ما يقال تمام، هي ما لا يقال. ما اعرفش، هي فلسفه شويه بس واضح ان ليك فلسفه
بس هي فلسفه خاصه بيك ولا هي فلسفه لكل من هو فنان او بيبدع؟ اعتقد ان دي اساسيات في الفن، وبرضه كل واحد بيبقى ليه اتجاه يعني. طب انت في بورسعيد يعني بورسعيد بعيون وليد منتصر هو معرضك الاخير. هو الاول الاول كان الاول يعني الاخير اللي هو في الفتره الاخيره ولا؟ لا ده كان الاول، ده كان اول واحد، اول سولو. صورت ايه بقى يعني؟ ايه الاماكن اللي انت ركزت عليها في بورسعيد؟ صورت لقطات في المينا هنا. المراكب البمبوطيه تمام بشكلها القديم، المراكب الخشب دي وحياه البمبوطيه. تمام. البيوت القديمه الخشب، الروح، انت الفن بتطلع الروح. بورفؤاد في فيلا اللي هي الفرنساوي، الجو القديم ده، النقديه دي. ايوه. حياه الانسان البورسعيدي اللي هو اللي على الفطره الجميله اللي اهالينا كلها عاشوها، اللي هو كان الحياه بسيطه جدا وبيلف البلد دي كلها بعجله. تمام. فالحياه كان ليها مرادفات بسيطه جدا بس مؤثره فينا احنا قوي كبورسعيديه يعني. كان عدد الصور دي كبير؟ كان عدد الصور حوالي 80 صوره في المعرض ده. بعد كده مؤخرا عملت بقى المعرض اللي عملته اخيرا كان اسمه اوقات الغياب. ده كان في سيد عبد المنعم الصاوي في القاهره. مرتبط ببورسعيد برضه؟ يا فندم؟ كان مرتبط ببورسعيد؟ لا ده بقى ما كانش مرتبط ببورسعيد. ده اوقات الغياب ده كان معرض فلسفي بحت يعني. هو معظمه كان ستريت فوتوغرافي، حاجات من الشارع وكده. يعني لا انا عايز النقطه اللي انا عايز اقولها ان التصوير ده فن تشكيلي. مثلا انا مصور راجل مثلا يعني بيعمل اي حاجه، فالناس بتقول طب الراجل ده بيعمل ايه؟ لا انا مش عايزك تبص الراجل ده، بص التصوير كفن تشكيلي. في اضاءه، في حاجات، في تكوين، في معنى انت عايز تقوله يعني. فكان معرض اوقات الغياب في سيد عبد المنعم الصاوي، هو معرض مزيج بين الشغل الستريت، الصور في الشارع، وشغل التوثيق شويه بس عشان يوصل معنى فلسفي يعني. استاذ وليد، في فرق بين تصوير كهاوي وتصوير كمحترف؟ انت متمسك ان انت هاوي؟ لا انا الاثنين الحمد لله. يعني انت جواك حاسس ان في فرق؟ هو في الاثنين. انا زمان فعلا كنت متمسك ان انا هاوي. مع الخبره وطبعا دخلت في الاحتراف. لقيت الاثنين مهمين، لان الاحتراف بيعطيك التزام ان مهما كانت الظروف لازم تحققي نتيجه. دي ميزه الاحتراف. الهوايه ميزتها انطلاق بقى. انطلاق، الله ينور حضرتك. يعني في الدنيا ومحدش عايز مني حاجه، واعمل اللي انا عايزه واقفل موبايلاتي واعيش الحياه. يعني وبتدي نتيجه جميله جدا. احسن ولا مساويه؟ احسن من ايه؟ يعني احسن من منك كمحترف ولا هي مساويه ليها؟ لما انا بحب الهوايه اكتر. كنت متوقعه ان حضرتك هترد تقول كده فعلا. الهوايه طبعا، لان الفن انت بتكون اللي انت عايزاه. الاحتراف انت بتجري ورا اكل عيش. لا هي ايوه الهوايه اللي هي روحك بتنطلق براحتها، بتعملي اللي انت عايزاه 100%. الاحتراف انت بتحبي جدا اللي انت بتعمليه، لازم بس مش 100%. يعني ممكن في وقت مش ظريف بالنسبه لك بس هتنزلي مش لازم انك تعمله. بقى حضرتك الفرد ده بيبقى صعب قوي. ما انت لازم عشان تمارسي الهوايه تصرفي عليها. صحيح. استاذ وليد، الصوره اللي بتاخد جايزه. ايوه. خدت جوائز انت قبل كده؟ الحمد لله. يعني ايه مواصفاتها؟ يعني انا دلوقتي اما بصور صوره والصوره دي تاخد جايزه، الجايزه بتبقى على ايه؟ يعني على الحاله، على المود، على الالوان، على ما وراء الصوره زي ما بتقول. ايه؟ هي الصور الناجحه ليها مقومات عديده، بتبدا من التكوين. تمام. ان ما يكونش فيه اي خلل في التكوين. التعريض احنا بنسميه اللي هو الاضاءه، ضبط الاضاءه بتاع الصوره. الحاجات دي كلها الصور اللي بتكسب في المسابقات اللي بيكتمل فيها كل ده. تمام. بيحصل بقى في المسابقات قريبا ان معظم الصور، يعني مثلا المسابقه مثلا يكون فيها مثلا 100 صوره ناجحين جدا. تمام. اللي بيفضل بقى واحده عن واحده بعض حاجات. اولا وجهه نظر لجنه التحكيم واتجاهها. ثانيا الجديد. يعني الجديد في الصوره هو دايما اللي بيفرض نفسه في المسابقه. يعني مقدمين بتقول شيء جديد، يعني ممكن صوره ناجحه جدا بس لجنه التحكيم تلاقي الفكره اتعرضت كذا مره، فلا هم الجديد. احنا سعيدنا جدا بهذا اللقاء. سعيدنا بيك اكتر من خلال حديثك عن بورسعيد.